معايا ومعاكم النهاردة هنعمل بقى الغدا بتاعنا سهل وسريع وبسيط جدا. بما اننا بقى دخلنا في فصل الصيف فعايزين كده حاجات خفيفة وتكون على القد في نفس الوقت. من قلب التلاجة هنحضر الغدا بتاعنا في 5 دقايق، وهقولك ازاي في 5 دقايق هنعمل الوصفة الجميلة دي وفوائدها كتير. لا، وعايزة اقول لكم كمان القيمة الغذائية بتاعتها اعلى بكتير. وايه اللي معلي القيمة الغذائية بتاعتها؟ طبعا الخضار اللي احنا مستخدمينه. فهنتعرف كده مع بعض على الخضار ونشوف الطريقة وننزل بالمقادير ونتعرف مع بعض. بس نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا سعداء وسعادة الدنيا كلها ما بين ايديكم وحواليكم يا رب. قبل بقى ما ننزل بالمقادير ونشوف الطريقة بتاعتنا، لايك وشير كده للقناة عشان القناة تكبر وتكتر بيكم يا أحلى متابعين وأحلى مشاهدين لقناة إيمي والعائلة. مقاديرنا سهلة وبسيطة وعلى قد الإيد. أنا عندي هنا 2 حبة من البدنجان و2 كوسة، ومعايا هنا الصوابع برضو. الكوسة دي أنا كنت عاملة كوسة امبارح، فبحب إن أنا أعين الصوابع بتاعتها دي. بحب طبعا إن أنا استخدمها وأدخلها في وصفة تانية. ومعايا كمان حبتين من البطاطس، وكل الخضار اللي موجود عندنا البتنجان الكوسة البطاطس هناخدها مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. البدنجان بقى بالنسبة لي، لو انت طبعا حابة ان انت تعملي ديكوريشن في البدنجان وتاخدي جزء من القشرة فبتعملي كده. عايزة ان هي تفضل القشرة كاملة برضو عادي، اللي يريحك اعمليه. معايا هنا بقى صينية مناسبة للمقدار بتاعي. هننزل كده بحبة زيت يكونوا كويسين. هتسخن بقى الصينية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. هننزل بالثوم، والثوم ده انا مفرزاه، ضرباه كده مع العروش بتاعته اللي هي العروش الخضراء، ومع كمان قرنين شط حمر. لو عايزاهم حار عايزاهم باردين زي ما انت عايزة، مع معلقة ملح. وبضربهم في الكبة كده واخزنه في الاكياس زي ما انتوا شايفين. لو انت مش متواجد بقى عندك التوم كده، بتنزلي بمعلقة كبيرة من التوم. وهننزل بقى بمكعبات البدنجان ويليها البطاطس. هنديهم تقليبة كويسة كده مع بعض. بعد كده هننزل بمكعبات الكوسة، ووراها كمان صوابع الكوسة. احنا هنا مقطعين الصوابع بتاع الكوسة زي ما انتوا شايفين كده. هنقلبهم بقى تقليبة كويسة. وهنحط كمان 2 من الفلفل. لو انت حابة ان انت تكون حارة عندك بتزودي كمان فلفلاية تكون حارة. ونديها رشة ملح ورشة بهارات من بتاعتنا، البهارات السبعة. معانا ربع معلقة صغيرة من الفلفل، ونديهم برضو تقليبة تكون كويسة معانا كده. عايزة اقول لكم بقى السر كله هنا في نص معلقة من البهارات الشرقية، ومعاها كمان ربع معلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر. هنا كان عندي معلقتين كبار كده من اللحمة المفرومة، وعليهم كمان معلقتين من الفراخ. حطيتهم كلهم على قلب بعضهم كده حلو، كلهم طبعا على قلب بعضهم. وانزلي بقى ب3 معالق كبار من الصلصة. ولو مش عندك الصلصة استبدليها بطماطم فريش. ونسيبهم كده يتسبكوا مع بعض. قبل ما كل الخضار بتاعنا يتسبك مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، تركة جميلة جدا. هننزل هنا بنص معلقة من البابريكا المدخنة. عايزة اقول لكم البابريكا المدخنة دي بتنقل الاكل في حتة تانية خالص. مش بقولك الاكل هتبقى خفيفة وسريعة وفي نفس الوقت قيمتها الغذائية عالية جدا. بصوا بقى، انا هنا مش هضيف لها اي سوائل خالص. وانا سبتها اول دقيقتين على نار عالية. هبتدي ان انا اوطي النار خالص واسيبها كده تاخد وتدي مع نفسها لحد ما تستوي. لو حابة ان انت تدخلي الصينية تكمل سواها في الفرن عادي برضو جدا. حابة ان انت تكملي سواها على عين البوتاجاز برضو، اللي يريحك واللي يعجبك اعمليه. انا هنا سبتها ان هي تكمل سواها على عين البوتاجاز، وطيت خالص وشربت كل السوائل اللي فيها. هي اخر 5 دقايق بقى تعالوا شوفوا التركة دي اللي هتنقلها لك بقى في حتة تانية خالص. هدخلها الفرن بقى تحت الشواية تاخد لون كده. وبعد ما تاخد اللون الجميل معانا زي ما انتوا شايفين كده، نولع فحماية. ايوه بالظبط زي ما انت شايفة كده. هنولع فحمة ونحطها بقى عليها وحبة زيت كده، واكتمي يا ست الكل بالغطا. وعايزة اقولك هتاكلي بقى احلى صينية مسقعة. حاجة كده اللهم بارك بجد، طعمها خيال.
يلا بسرعة بسرعة اكتمي الغطا وسيبيها حوالي 5 دقايق عشان تاخد معاكي احلى طعم كأنك شوياها بالظبط. وعايزة اقولك اكلة والله العظيم في منتهى الجمال. يلا بألف هنا وشفا. وبكده تكون الاكلة بتاعتنا خلاص انتهت. يا رب اكون قدرت اوصل لكم معلومات جديدة في اكلة على السريع كده وفي 5 دقايق حضرناها بس كده. وبكده تكون الاكلة بتاعتنا انتهت والفيديو بتاعنا كمان خلص. يلا اسيبكم على خير واشوفكم بخير بإذن الله في فيديو قادم. سلام.